لا أصل أنا مش قادر أحفظ القرآن، أصل أنا مشغول. لا، هتتلاقي ناس نفس ظروفك ويمكن أشد، وناس مشغولة أكتر منك ويمكن أكبر منك في السن، وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بحفظ القرآن. شيخنا، كيفية بقى الرحلة مع القرآن؟ ماشي. بسم الله. مسألة بداية الرحلة مع القرآن، سبحان الله، يا كان فيها شيء من أقدار الله. يعني إيه، الواحد كان ماشي كده وهو ربنا سبحانه وتعالى بواسع فضله يعني وجهنا بغير إرادة منا ناحية القرآن. يعني الأمر الأول كان إيه، سبحان الله، ربنا هيئ اللي حواليا. يعني أنا طلعت لقيت أخويا اللي أكبر مني، الشيخ محمد ربنا يبارك فيه، قراءته طيبة وأنا مش أخد بالي. طبعا صغير، هو أكبر مني ب9 سنين مثلا، وأنا صغير بشوف بس بقى يعني إيه، سمعه بيقرأ، شايفه بيقدم وبيقرأ. ووالدتي ربنا يعطيها الصحة والعافية ويمد في عمرها على الطاعة، كانت من الحاجات اللي لفتة انتباهي إلى الآن. والدتي ست كبيرة، وكانت دايما على المصحف. يعني أنا ما وعاش عليها من صغرى إلا إنها على المصحف، وهي قراءتها على قدها مثلا. بس هي إيه، يعني حتى أنا لما بكلم حد بكلمه بضرب له مثال بوالدتي إلى الآن. والدتي تجاوزت 70 وما زالت تبكي لأنها عايزة تحفظ القرآن. وبكائها ده مثلا من وانا طفل صغير بس بشوفه، وبتجاهد وبتحفظ. ما يعني من 20 سنة وهي بتحفظ وعايزة تحفظ ومش عارفة ومش عارفة وبتراجع وبتنسى، بس ما زالت الهمة عندها إلى الآن. فدي من ملفتات، يعني الحاجة اللي لفتة انتباهي جدا والدتي. يعني كنت بصحى الصبح المدرسة وانا صغير واشوفها قاعدة تفتح المصحف ساعة ما نروحنا المدرسة، والساعة مثلا 7:30 وارجع الساعة 12 هي لسه على المصحف. ولا هي بتحب، لو انت عايشتها طول العمر كده ما عندهاش مشكلة. والله حقيقة انا كنت اول مرة اشوف حد كده. مش فاهم، انا صغير ومش فاهم ان حد ممكن يقعد بالفترة الطويلة دي على المصحف كده. وكنت ارجع الاقيها زي ما هي على المصحف. وبعدين كانت من كلامها لانها تقول لي يعني ما قريتش الا 10 اجزاء كده النهارده. اما يعني كبرت شويه مثلا تقول لي يعني ما حدش بجيب 10، بجيب 3 اجزاء ولا حاجه مثلا. فانت بتخيل ان ده حد كبير. انا كان اكتر اللي بيلفت انتباهي دايما الناس الكبار. سامعين ولا مش سامعين؟ طيب ماشي. لا، ده لازم يسمع، لان انا وانا صغير كده سبحان الله، يعني انا كنت في سنه وبشوف كده. وبعدين سن مين اللي قاعد ده بيضحك ده ولا ايوه سن ده هو ده؟ اللي ورا قاعد ده، بيضحك ده هو ده. ده في سنه. في سنه كده عنده كام سنة؟ 12 ما شاء الله. يعني انا كان 13 سنه كانوا قدموني ان انا اصلي امام. 13 سنة. 13 سنه. وقبلها مثلا 12 سنه ده كان الله يجزيه خير محمد اخويا كان بيقدمني مثلا نصلي في البيت عند حد او حاجه ويقدمني اصلي. ما شاء او ان الله. هو كان اكبر مني واقرا واحفظ مني. انا كنت صغير مش حافظ حاجه لسه. وبرضه العلم ان انا حفظت القران ختمته مش وانا صغير. يعني انا حفظته 2007. كان عندي يعني كان عندي مثلا ايه 18